المرج الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا أيها الأصدقاء المشاهدون. اليوم سنتحدث عن موضوع ساخن، موضوع أثار ضجة كبيرة في الساحة الإعلامية والجماهيرية. الموضوع هو قرار المغرب بفرض التأشيرة الإلكترونية على الجماهير الجزائرية والتونسية وبعض الدول الإفريقية الأخرى الراغبين في حضور منافسات كأس إفريقيا 2025. وقبل الدخول في التفاصيل، لابد أن نفهم السياق. فالمغرب نال شرف تنظيم هذه التظاهرة بعد منافسة قوية، وكان من الضروري أن يضع رؤية واضحة للتنظيم، سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث استقبال الجماهير. ومن هذا المنطلق جاء قرار التأشيرة الإلكترونية، وهو قرار أثار نقاشا واسعا بين مؤيد ومعارض. الفكرة الأساسية بسيطة: المغرب لا يريد أن يغلق الباب أمام أي مشجع، بل على العكس، فالبلاد ترحب بجميع الجماهير الإفريقية والعالمية. لكن في المقابل، المغرب يسعى لنظام مضبوط حديث يواكب المعايير الدولية، ومن هنا جاءت خطوة الفيزا الإلكترونية. ما معنى التأشيرة الإلكترونية؟ يعني أن المشجع، سواء كان من الجزائر أو تونس أو أي دولة أخرى، لم يعد بحاجة إلى الذهاب إلى السفارة أو القنصلية. كل شيء يتم عبر الإنترنت. يدخل المواطن إلى الموقع الرسمي، يملأ الاستمارة، يدفع الرسوم، يرفق الوثائق المطلوبة، وفي غضون أيام قليلة يتلقى الرد عبر الدليل الإلكتروني، وبالتالي يحصل على التأشيرة جاهزة للسفر إلى المغرب. هذه الخطوة لها مزايا عديدة. أولاً، تسهل حياة المشجع، فلا طوابير ولا إجراءات معقدة. ثانياً، تمكن من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، بحيث تكون السلطات على علم بمن سيأتي ومن أي بلد وأين سيقيم. ثالثاً، تجعل العملية كلها منظمة وشفافة بلا عشوائية ولا مفاجآت. لكن يبقى السؤال الكبير: لماذا فرض المغرب هذا الإجراء تحديداً على جماهير الجزائر وتونس وبعض الدول الإفريقية الأخرى؟ الجواب يتضمن عدة جوانب. الجانب الأول أمني. المغرب يدرك أن الإقبال سيكون ضخماً، خصوصاً من دول الجوار، فالعلاقات المغربية الجزائرية متوترة والحدود مغلقة منذ التسعينيات، ومن الغير المنطقي فتح الباب من دون مراقبة. لهذا تعتبر التأشيرة الإلكترونية حلاً وسطاً، فالمغرب لم يمنع الجزائريين، وإنما وفر لهم نظاماً منظماً للدخول. أما بالنسبة لتونس فالوضع مختلف، فالعلاقات ليست متوترة كما هو الحال مع الجزائر، لكن القرار فيه جانب من المعاملة بالمثل، لأن التونسيين بدورهم يفرضون التأشيرة على بعض الجنسيات، ولأن المغاربة يواجهون أحياناً إجراءات مشددة هناك، لذلك أراد المغرب أن يكون منسجماً. الجانب الثالث التنظيم. تخيلوا لو لم تكن هناك تأشيرة إلكترونية وانتدفقت فجأة مئات الآلاف على الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، أكادير وفاس، وهي كلها مدن سياحية. بفضل التأشيرة الإلكترونية سيهيئ المغرب نفسه وفقاً لذلك. المثير في الأمر أن هذا القرار جزء من استراتيجية رقمية شاملة، يريد المغرب من خلالها أن يظهر أنه منظم بمعايير حديثة لا تقتصر فقط على الملاعب والطرق والمطارات، بل تشمل أيضاً التأشيرات لتصبح رقمية كما هو الحال في أوروبا وآسيا. وهذا بحد ذاته رسالة قوية: المغرب منظم وباحترافية. كثير من المتابعين أكدوا أن القرار لا ينبغي أن يفهم كإغلاق للأبواب، بل على العكس، هو انفتاح لكن بطريقة مسؤولة. المغرب فتح الباب للجميع، لكن عبر بوابة رقمية واضحة ومنظمة وآمنة.
ويجب أن نعلم أن التأشيرة الإلكترونية ليست تجربة جديدة كلياً، فالمغرب سبق وأن طبقها، كما أن عدداً من الدول تعمل بها مثل تركيا وأذربيجان والهند وبعض الدول الأوروبية. إذن فالمغرب ليس استثناءً، بل منخرط في التجربة العالمية. لكن يبقى السؤال: كيف سيكون تفاعل الجماهير الجزائرية والتونسية؟ هناك رأيان. الرأي الأول إيجابي، القرار يسهل الدخول بلا عراقيل دبلوماسية ويجعل المشجع يركز على كرة القدم فقط. الرأي الثاني سلبي، التأشيرة قد تعتبر عائقاً نفسياً، خصوصاً بالنسبة للجزائريين الذين كانوا يتمنون شروطاً أبسط. لكن في النهاية، أي بلد منظم يملك الحق في أن يفرض ما يراه مناسباً، خصوصاً في حدث قاري بحجم كأس إفريقيا للأمم. المغرب يريد بطولة ناجحة بلا فوضى وبلا مشاكل وتحت أنظار العالم. التأشيرة الإلكترونية إذن هي حل وسط، ليست عائقاً وليست إغلاقاً، بل نظام وضبط وأمن. كأس إفريقيا 2025 ستكون بطولة استثنائية بتنظيم عالمي وروح إفريقية ومغرب منفتح. كرة القدم تجمع الشعوب، أما التأشيرة فهي مجرد ورقة، لكن المتعة والفرجة والروح الرياضية هي الأهم. وفي الختام، الموضوع ليس مجرد تأشيرة، وليس فقط ورقة إلكترونية. الموضوع أعمق وأكبر. إنه صورة المغرب وصورة إفريقيا بأكملها. المغرب اليوم يريد أن ينظم كأساً تاريخية، بطولة تسطر في السجلات الذهبية، بطولة تعكس وجهاً جديداً للقارة، وجهاً حديثاً منفتحاً يحمل ملامح مستقبل واعد. صحيح، التأشيرة الإلكترونية أثارت نقاشاً وجدلاً، لكن الهدف واضح: هو التنظيم، هو الأمان، هو النجاح. كرة القدم لم تكن يوماً جداراً، بل كانت دائماً جسراً يربط بين الشعوب وبين الثقافات وبين من فرقتهم السياسة، لكن الكرة تعيد جمعهم من جديد. تخيلوا معي: مدرجات مكتظة، أعلام ملونة، أصوات تغني، وأهازيج تزدح، والقارة بأسرها ترى نفسها في المغرب. الرسالة التي يجب أن تصل أن كان 2025 ليست بطولة بلد واحد، بل بطولة قارة بأكملها. إفريقيا من طنجة إلى كاب تاون، من نواكشوط إلى القاهرة، ومن تونس إلى داكار. إفريقيا تقول من العالم: نحن قادرون، نحن منظمون، ونحن متحدون. إذن مرحبا بالجماهير الجزائرية، مرحبا بالجماهير التونسية، ومرحبا بجماهير كل إفريقيا. التأشيرة مجرد ورقة، لكن الفرجة هي الهدف، والذكريات هي التي ستبقى، والابتسامات في الملاعب هي التي ستفوز في النهاية. فلنجعل الكرة تجمعنا، ولنجعل كان 2025 يكتب صفحة جديدة، صفحة للفرح، للوحدة، وللمجد الإفريقي. وليكن شعارنا بصوت عال: الكرة تجمعنا، والوطن الإفريقي يوحدنا. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين. إذا أعجبكم الفيديو فالمرجو الاشتراك في القناة دعماً وتشجيعاً لنا لنواصل معكم هذه الرحلة. إلى اللقاء في فيديو جديد.